الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هو في خالق ولا لا؟ النتيجة الحتمية الوحيدة المنطقية القابلة للتصديق اللي العقل ممكن يقبلها إنه في خالق، خلق الإنسان، خلق أول زوجين ذكر وأنثى، ومنهم جه كل الناس اللي أنت شايفها، ومن كل الحيوانات والطيور زوجين لازم في الأول اتخلقوا، جه منهم بقى كل اللي أنت شايفه ده. الخالق ده مش خلق الإنسان بس، ده خلق له الأرض نفسها وجهزها له علشان يقدر يعيش عليها، بحار ومحيطات تطلع بخار المية علشان يتكثف في السحاب وينزل المطر على الجبال، يسحب العناصر الغذائية ويمشي في الأنهار، يسقي الناس والحيوانات والخاصة بالتربة. نظام رهيب ودقيق. مش بس كده، قمح ده مصنع، تزرع حبة قمح تطلع لك مئات الحبات، مئات من الحبوب بتطلع من حبة قمح واحدة. تشق الأرض تحط بذرة التفاح تطلع لك شجرة تفاح، والشجرة دي مش بتطلع لك النبات بس اللي انت هتاكله، لا، وتطلع ورق أخضر علشان يطلع لك أكسجين علشان تتنفس. كل ده معمول بحيث ان الخالق لا يظهر نهائيا. في ناس تقول لك اصل حصل انفجار عظيم كون كل اللي انت شايفه ده، يعني انفجار يخلق، يعني انفجار يعمل الأنظمة الرهيبة دي. في واحد عالم فيزياء قال لك انه احتمال ان الكون يكون كون نفسه بنفسه هو نفس احتمال ان في برق ضرب جبل زبالة كبير قوي حوله لطيارة بوينج 747. لو انت تقدر تصدق حاجة زي ديت، صدق ان الكون ممكن يكون حصل من الانفجار ده. فلا شك هناك خالق عظيم خلق الكون والإنسان، وهو القوة المحركة لكل حياة في الكون. من غيره تقف الأرض وتقف الحياة وكل حاجة تموت وتنتهي. عدم ظهور الخالق طبعا شيء محير احنا مش فاهمينه. يعني تكاثر الإنسان، إن الإنسان يتجوز ويخلف فتبقى فيه ذرية. يعني لو الموضوع إنه مثلا في باب كبير بيتفتح تطلع منه الناس اللي هتبدأ حياتها، وتخرج منه الناس اللي انتهى وقتها، كنا هنقول خلاص ورا الباب ده الخالق. انما لا، الموضوع معمول بحيث انه ما يبانش، انت ما تشوفش. الزوج وزوجة يتجوزوا فيخلفوا فيبقى في انسان، انت بتشوف معجزة قدام عينيك. انت لما بتشوف تكون الجنين ده وازاي بيتكون ويبقى بني ادم، دي معجزة. بس من كتر ما بنشوفها اتعودنا عليها فمبقاش شايفينها معجزة. زي ما بتحط البذرة في الارض كده وتطلع لك شجرة، وده طبيعي. 500 نوع من البذور، كل بذرة متبرمجة عشان تطلع حاجة معينة، نفس الطينة ونفس المية بس هي متبرمجة على حاجة معينة. الإنسان نفسه متبرمج علشان يطلع كائن مستقل مفيش زيه في الدنيا كلها. الناس مش زي بعض، كل واحد مختلف تماما عن التاني. بصمة عين مختلفة، دي ان ايه مختلف، بصمة صباع مختلفة، حتى رائحة العرق مختلفة. الكلب البوليسي يشم حاجة تبع الإنسان يجيبه من على مسافات. ده التفرد الرهيب ده معناه إنه وراه حاجة، دي مش حاجة عادية. فبالعقل طبعا أستطيع أن أجزم إنه في خالق لهذا الكون، وإنه قوي وعظيم ومبدع، وإنه مش عايز يظهر لنا نفسه. ده اللي نقدر نوصل له بالعقل. نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية.